حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يلا نصلي على رسول الله ونشوف قصة أحمد فلوكس. قررت محكمة جنايات الجيزة حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200,000 جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية رقم 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نموذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة. وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد فلوكس في يوم 5 يوليو عام 2020 بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة قذف المجني عليها ياسمين إبراهيم بأن إرسال لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت استنادا لأمور لو صحت لوجبت احتكارها، وتضمنت طعنها في شرفها وخدش لعرضها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات. كما سبق المجني عليها بأن أرسل لها عن طريق التليفون عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضمن طعنا في شرفها ولسمعة عائلتها، وتعرض المجني عليها المذكور بيتان بتلميحات إيحائية جنسية وإباحية بأن لحقها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية هاتف نقال مستخدما تطبيقات التواصل الاجتماعي والواتساب إليها عبارات ذات طبيعة جنسية تضمنت تلميحات على النحو المبين بالتحقيقات. كما تعمد المتهم مضايقتها بالمجني عليها المذكورة سلفيا بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بأن أتى بالأعمال المبينة بالوصفين على الوصف المبين بالتحقيقات، وإرسال بكثافة المجني عليها سالفة الذكر الرسائل الإلكترونية على تعليقات التواصل الاجتماعي واتساب وانستجرام لها، فضلا وليس أمرا. فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.